ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. رفع مدرب الترجي الرياضي التونسي راضي الجعايدي نسق التحضيرات الخاصة بمواجهة السبت المقبل أمام جوانين جالاكسي البوتسواني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا. وقرر الجعايدي إجراء التدريبات على حصتين، صباحية ركز فيها على الجانب البدني وأخرى مسائية ركز فيها على الجانبين الفني والتكتيكي. كما ركز الإطار الفني للترجي على الكرات الثابتة التي يمكن أن تساعد على مباغتة الفريق البوتسواني الذي يعد منافسا مجهولا لباب السويقة، مثلما أكد المدرب راضي الجعايدي في تصريحاته الأخيرة. وشهدت الحصة التدريبية ليوم أمس حضور رئيس النادي السيد حمدي المدب الذي حرص على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل تحفيزهم لتحقيق بداية موفقة في دور المجموعات تدعم حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، علما بأن المجموعة تضم أيضا النجم الساحلي وشباب بالوزداد. وكما أعلم الترجي الرياضي التونسي يوم أمس الأربعاء تعرض لاعبه الجزائري عبد القادر بدران لإصابة أثناء تدريبات الفريق، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابة عبد القادر بدران لتمزق عضلي يفرض عليه الراحة من 3 إلى 4 أسابيع، وبذلك يفقد الترجي جهود عبد القادر بدران في لقاء السبت أمام جوانين جالاكسي البوتسواني في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. يعد عبد القادر بدران من الركائز الأساسية في صفوف فريق باب السويقة. وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تعيين الحكم احمد امتياز هيرال من جزر الموريس لادارة مواجهة الترجي الرياضي التونسي وجوانين جالاكسي البوتسواني. ويستعد الترجي لمواجهة جوانين جالاكسي بعد غد السبت بالملعب الاولمبي برادس ضمن مباريات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. وسيعاون الحكم احمد امتياز هيرال الذي ادار مواجهتين في كأس الامم الافريقية الكاميرون 2021 الثنائي باباجي وجو مارك بيثيا، فيما سيكون باتريس ميلازار حكما رابعا. ويشار إلى أن جوانين جالاكسي أشاد عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بظروف الإقامة في تونس، مشيرا إلى أن الجهاز الفني برمج اليوم حصة معاينة عن طريق الفيديو للوقوف على نقاط ضعف وقوة الترجي. إخوانا ما تنسوش باش تدعمونا بجيم للفيديو، أبوني للشان باش يوصلكم كل جديدنا، والسلام.